وهنايا بعد ما وجدت المقيله انا غادي نقدمها هكا، غادي نحيد ليها هاد اليد ديالها صافي وغادي نقدمها هكا. وانتم كما كتشوفوا معايا كتجي مقيله اللي هي رائعه بالبصله والشامبينيو والدجاج، كتجي رائعه، كتجي لذيذه هاد المقيله هادي، غير جربوها بحال هكا اقتراح للغداء او العشاء يعني. السلام عليكم ورحمه الله. غادي نحضر معكم واحد المقيله اللي كتجي بصدر الدجاج والبصله والشامبينيو، كتجي رائعه. هنا خديت مقله غادي ندير فيها واحد شويه الزبده، وغادي ندير شويه الزيت، هنا عندي صدر الدجاج اللي تقطع. الدجاج راه درت فيه شويه الملحه والابزار والسكينجبير، ما تصوراتش ليا صافي. غادي نخليه حتى يطيب. هنا بعد ما طاب الدجاج هانتوما غير هذيك الزويته والزبده صافي غادي نحيدو في نفس المقله، ما غسلتها ما والو. غندير شويه الزبده وغادي نزيد شويه الزيت. هنا عندي واحد جوج بصلات صغارين اللي شلطتهم، وعندي شويه الثومه. وهنا عندي شامبينيو اللي مسوح مزيان وحيت له ديك القشره ديالو اللي كتكون من الفوق. غادي نزيدو البصله صافي، غادي ندير عليها الغطايه ديالها. غادي نزيد واحد الكاس ديال الكريم، وهنايا راني درت الملحه والابزار والكوزه صافي. هادشي صافي. غادي نرجع هذا الدجاج هنايا، غادي نزيد واحد شويه الفرماج هكا غير شويه، غادي نزيد واحد شويه الاعشاب المنسمه. وهنايا بعد ما وجدت المقيله انا غادي نقدمها هكا، غادي نحيد ليها هاد اليد ديالها صافي وغادي نقدمها هكا. وانتم كما كتشوفوا معايا كتجي مقيله اللي هي رائعه بالبصله والشامبينيو والدجاج، كتجي رائعه، كتجي لذيذه هاد المقيله هادي، غير جربوها بحال هكا اقتراح للغداء او العشاء يعني، خفيفه وبالزربه كتوجد. بعد مرات الانسان كيكون عيان ما كيبغيش هكا يوقف بزاف في الكوزينه، هذه راه ما كتاخذش الوقت بزاف، اسهل وصفه هي هذه. وهنايا غنقول لكم تبقاو على خير حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه.